الله عليك، جميل التقرير. الله يكرمك. انا نفسي اكمل التقرير، لكن هنحتفظ بالتقرير نحطه في عقب الحلقه، لكن ناخد صاحب التقرير منه اكثر ونتشبع من العلم. نعم. احنا خدنا المناطق اللي بنتكلم فيها في كل وقت في ساعات الطاقه وكيفيه الحصول على الطاقه في المناطق الخمس اللي هي اكثر اوقات، وهذا اصبح معلوما للجميع. نعم. هي اكثر اوقات الانسان بيستقبل فيها الطاقه، اولا لتعاقب الملائكه ولهروب الشيطان ساعة الأذان، وهي طبعا بياخد الطاقة السلبية ويمشي، ما بيأثرش على المحيط وما بيأثرش على الناس المتواجدين، وبيبدأ يجدد نشاطه علشان يزود في الطاقة. ناخد ايه من الطاقات التانية؟ احنا خدنا الذكر وخدنا طاقة الصلاة وأوقاتها، ناخد طاقة التسبيح بعد الصلاة. نعم. يعني احنا هنعمل جلسة دي انا بعملها حقيقة امر، بس بدي حرية لكل حد يجيلي، بنسميها علميا جلسة التفريغ الانفعالي او الايموشنال كازكس، عشان اطلع كل المشاكل المحزنة. احيانا حد بيجيلي تبقى المشكلة قوية حساسة مؤلمة، فيتكسف يقولها لي مهما كنت قريب منه او دكتور الخاص، لكن بين ايدين المولى سبحانه وتعالى العلاقة ما بين العبد وبين سيده علاقة قوية ما فيهاش حياء. يعني هو يعني يقف مستحيل، لكن ما يعني اقصد ما فيهاش، ما بيداريش حاجه، لان هو الا يعلم من خلق ومطلع على القلوب، فبيبادر العبد ان هو يقول لربه. هنسمع بقيه الكلام من دكتورنا الجميل بعد ما نستقبل اتصالنا. مين معانا؟ استاذه منال، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بحضرتك. استاذه منال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. آلاء اهلا وسهلا. عفوا اتفضلي يا استاذ. حييكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وابتداء يعني بس هعمل مداخله في موضوع الذكر الله عز وجل. ايوه. اقول وبالله التوفيق، يعني الذكر قد كالماء بالنسبه للسمك، فيعني كيف يصير حال السمك اذا اخرج من الماء؟ وكفى الذاكرين المتأملين شرفا وفضلا ان الله عز وجل يذكرهم. الله. قال الله عز وجل فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولم يقل، استاذنك اقطعك ثانيه، او لم يقل رسولك صلى الله عليه وسلم الفرق بين الذاكر وغير الذاكر كالميت والحي؟ نعم. جزاك الله خيرا. استكملي لسه هقولها والكلام لك، استكملي. جزاك الله. وكفى الذاكرين ايضا ان الله عز وجل تولى عنايتهم ومعيتهم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي وانا معه اذا ذكرني. الله. فاذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. الله. وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ افضل منه او خير منه. وكفى الذاكرين طمأنينة القلب وهدوء النفس الفعلي والحقيقي. قال الله عز وجل الا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذاكر لله حي ولو حدثته الامراض في بيته، والغافل عن ذكر الله ميت ولو تحرك بين الاحياء. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وشكر الله لك وشكرني وشكر كل الناس، وبارك الله فيك وجزاك خير، ولخصت الكلام الجميل. هنفرده تاني نشوف مشاهدينا على قدر رائع من ما شاء الله. والله الاخت منى بتتكلم وانا جسمي سبحان الله تتحرك فيه المشاعر. نعم. كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام سيد النبي بيعطينا الطاقة والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن، شوف الكلمة. نعم. العبارة. نعم. وتطمئن قلوبهم بذكر الله. نعم. الاطمئنان القلبي وطمني عليك، والاطمئنان النفسي وطمني عليك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك تعالى عشان اطمن عليك هنا. صحيح. ما تروحش في حتة تانية. صحيح. وبعدين ايه بقى لما تيجي تغرب زي ما بيقولوا كده في الناس البسيطة، وتيجي يقول لك تعالى بسرعة. المنطقة الوحيدة دكتور سعد بيقول لك تعالى لي فيها بسرعة هي منطقة الاستغفار. صحيح. يقول لك تعالى. نعم. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. ما تستناش لما حاجة الشيطان يجي يلعب بيك ويبدأ يزيد من طاقتك السلبية ويخليك تركن. صحيح. خلينا نروح للمولى سبحانه وتعالى ونتواصل ونقول هنقعد ازاي في جلسة الاطمئنان. نعم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. هنبدأ البيادة، هيهدي مستوى الأداء، هيدي للعقل نوبة هداء، زمارة كده، نوبة هداء، نوبة هداء فعلا. نعم. هدوء.
ويبدا كل الاعضاء تسترخي. هنعملها ازاي يا دكتور سعد؟ اول حاجه طبعا استاذنك، الناس هجمت عليك، احنا فتحنا. استاذ احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بك. اتفضل. اهلا وسهلا. صح يا دكتور؟ اهلا وسهلا. جزاكم الله خيرا. انا عندي بنت حضرتك قارئة القرآن وحافظة ومعلمة. الله اكبر. والحمد لله هي يعني الحمد ربنا، لكن بتشتكي من العصب الخامس بقالها سنة وشوية. ايوه. وبتروح لدكاترة كتيرة بدها كلها حاجات للصرع، ولذلك وما زالت بتعاني برضه حضرتك. يا ريت ان نلاقي توصيات معينة كده ان شاء الله. يعني عينيا حاضر، وبارك الله فيها. وقول لها تدعي لنا، احنا هذه النماذج الطيبة احنا محتاجينها تدينا الطاقة، وعايزها اذكرها واذكر نفسي وكل المشاهدين بقانون الابتلاء المعيد للطاقة، ان احنا اكثركم ابتلاء الامثل فالامثل. انبياء ثم الامثل فالامثل. ربنا سبحانه وتعالى عايز العبد دائما في حالة ذكر، فيبتليه بشيء علشان دايما يطرق الباب حتى يرجعه الى رحابه. شكرا لاتصالك، ونكمل هذه الروائع من مناطق اعادة وتجديد الطاقة ومع او في معية الله. انا بسميها معية الله لان هو زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك باثنين الله ثالثهما لا تحزن. شوف العبارة، لا تحزن. ان الله معنا. بيقول له انفي على نفسك هذه الطاقة السلبية التي تثبط من الجسد وتقلل من كفاءته، وتذكر انك فين؟ في معية الله. هذه المعية تعطينا الطاقة، لكن علينا لازم نضرب الارقام ونقول يا الله يا الله فيجيبه، وما جعل سبحانه وتعالى فرقا من بين ادعوني وبين استجب لكم. اتفضل يا استاذ. طبعا انا هرد على موضوع العصب السابع. طيب. وحضرتك بس تذكرني يعني، لكن احنا في جلسة الذكر، فانا يعني بعيش في خلوة مع الله سبحانه وتعالى، قلبا وروح وجسد وسكينة تامة جدا جدا مع الله عز وجل. اذكر زي ما تحب، اقرأ قرآن، اتكلم مع ربنا باللغة العادية، مش لازم ان اكون فصيح جدا باللغة العربية أبداً خالص. ابدا. طلع كل اللي في قلبك لله عز وجل. طيب، وتسبحنا، شوف حضرتك تذكر يا دكتور محمد ان وانا بسبح انا بمسك كل عقلة. ملعبك. كل عقلة. ايوه ملعبي. وعلمنا مناطق، وما ننساش نقول مسارات الطاقة. هنقول يعني فين المسارات الطاقة بتاعت الاختين اللي عندها انا يا حاضر. تسلم. فانا عندي يا اخوانا يعني ما بين كل عقلة من هذه العقل احنا بنسبح عليها، صح؟ تمام. فاحنا بنقول سبحان الله، بس بعض الناس اللي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله كده على طول، يبقى بيضحك على نفسه، يبقى بيكروت نفسه في الطاقة. بالظبط كده. لا، انا عايزك بقى ايه، تركز قوي 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 وتأمل ذكر الله عز وجل. ومش كده وبس، انا عايزك تضغط في كل عقلة من هذه العقل. ليه؟ لان انت كده بتجدد مسارات الطاقة اللي في الجسم كله، دي رقم واحد. رقم 2 بيقوي جهاز المناعة، لان زي ما قلت كده، زي ما في خريطة الجسم موجودة في القدمين، هي موجودة كمان في الايدين. عندي الطحال والكبد والقطنية، عندي هنا مكان الرأس، هنا العمود الفقري. فانت لما بتيجي بتضغط كده، انت بتعمل تحفيز لكل عضو من اعضاء الجسد، وتلاقي نفسك بتتمتع وبيفتح مسار الطاقة. طبعا. معلش انا تفتيح مسارات الطاقة لسبب بسيط جدا. نعم. كله سامحني. بفتح مسار الطاقة بان انا اضغط. صحيح. وبفتح مسار الطاقة مع الله سبحانه وتعالى، بتصل عدل، بتك على الزراير لان هيديني مزيد من التأمل عشان المكالمة تبقى ايه، واضحة. صحيح. تمام؟ صحيح. تمام. طيب، انا دلوقتي في الضغط ده، ونخدوا بالكم في ناس كتير جدا بتاخد ادويه كيميكال، وانتوا عارفين طبعا السايد افكت للمواد الكيميائيه الموجوده عندنا هنا في الادويه. لكن مهم جدا ان بعد ما بياخد الادويه دي ما بيلاقيش نتيجه، لان فعلا بيكون عنده مسارات الطاقه. ما هي دي مشكلتنا يا دكتور سعد. ما هي دي مشكلتنا هنا في زمره الوهن المزمن. وده اللي خلينا ان احنا نقول كيف نستثمر طاقتنا وحياتنا لنتحول الى اكثر ايجابيه. ونفتح مسارات الطاقة. ونجيب مجددات الطاقة. طيب، يبقى احنا كده زي ما اتفقنا، ذكر الله بتأمل، بالراحة خالص، مفيش حد بيجري ورايا، وفي كل ذكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. واضغط المكان اللي هتلاقي فيه ألم، اضغط فيه اكتر. تسبيح وعلاج. طبعا في ألم هو الوضع الطبيعي ان هنا ما يكونش فيه ألم. لكن الحتة دي فيه وجع، اعرف على طول ان النقطة دي عشان دكتور سعد ده كشف. نعم، ده كشف. بكشف
زي ما احنا بيقدر بنكشف يعرف بالسماعة. بالظبط يعني ده ايه كشف. المشكله هنا. بس يرجع بس لصفحات الرفلكسولوجي، يشوف الخريطه اللي في الجسم، النقطه دي موصله ما انت لفين. حضرتك هتسلم كل هيقدر الحاجات يعرف. دي على الصف، موجود هتتسلم بعد موجود. كده. موجود تحت امرك. هنعمل ده كشف لما اجي اتك على حاجه ولا بتكلمني بعرف ان المسار هنا مقفول، ما بياخدش طاقه، وبالتالي ما بيستجيبش الادويه، وبالتالي يروح للدكتور ويديله دواء وما بيوصلش الدواء، ونرجع نقول يا ريت الجرى مكان. صحيح. لا خلي بقى الادويه الطبيعيه اللي ربنا اكرمنا بيها، الكيماويات يا جماعه الموجوده في الصيدليه البشريه دي، ان كل ضغطه من الضغوطات دي بيخلي المخ يفرز الماده المعالجه لهذا العضو، سواء كان في القلب او الكلى او الكبد، اي حاجه موجوده، اي حاجه موجوده. يلا كده اي حد عنده صداع معايا على الهواء يا جماعه، هناخد نفس 3 مرات ويروح يضغط في صباع الابهام في هذا الجزء. اتحداك لو صداع دون فضل موجود بعد 3 دقايق، لو صداع موجود في الجزء اليمين هضغط في صباع اليمين، لو موجود في الجزء الشمال هضغط في صباعي الشمال. تمام. ده بالنسبه لي التسبيح. في حاجه مخصصه، لاني فاجئني المخرج ان احنا معانا 3 دقايق، مش عارف اعمل فيك ايه في البرنامج ده. الوقت بيجري بجد. انا اتسرقت. قبل ما نطلع نتكلم لاختنا ربنا يكرمها، العصب السابع. العصب الخامس والسابع عموما. نعم. حاضر. بالنسبه وفي مناطق معينه في القدم او في الايد. طبعا في كل حاجه. اتفضل. بالنسبه لاختنا يا ريت تكثر من الوضوء، تكثر من الوضوء، وخصوصا بقى عند المضمضه. عند المضمضه دي الحركه دي، او لو انت مش عايزه تتوضي كتير جدا، ممكن انفخ هواء واحاول احرك الفم يمين ويسار، واللسان يمين ويسار بالطريقه دي. بالشكل دون. والابتسامه معظم الوقت دايما. ده بيحرك 48 عضله، بينشط 48 عضله في الوجه. الوضوء طبعا وانا بتوضى انا بمسح الوش بتاعي ويرب بشكل دائري كده، هو لغايه ما بوصل حاجه اسمها العين الثالثه اللي هي العدسه دي. حاجبين بين الحاجبين، بين الحاجبين اسمها العين الثالثه. المسؤوله عن التامل. وكده هنعلم الناس كده، ده ممكن يطير بدماغه، يطير بعقله بروحه، ويقدر يروح في كل حته. ده حقيقي. وهو لا ده حقيقي. كيف حالك؟ قال يا رسول الله صلى الله وكأني أرى أهل الجنة في الجنة، كأني أرى أهل النار في النار، وكأني أسبح حول العرش يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم. الله أكبر. عرفت فالزم. فاحنا بنفتح مسارات الطاقة، وفعلا إن شاء الله هنتكلم معانا دقيقة واحدة. طيب في الدقيقة دي بس كده سريعا هنتكلم عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة، فدخل عليهم رجل في المسجد فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بجواره. فالصحابة هنا تساءلوا في غيرة، بس غيرة مش حقد وحسد. لا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني يا رسول الله لا تنافس. يعني تنافس. من هذا؟ فقال أن هذا الرجل يرفع إليه أعمال أهل الأرض 10 أضعاف. يا الله، ماذا يفعل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه يصلي علي صلاة لم يصلي بها علي أحد من قبل. ماذا يقول؟ اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي أن نصلي عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن نصلي عليه. كما أمرت، كما ينبغي، كما تحب. قولها من قلبك، يرفع إليك أعمال أهل الأرض 10 أضعاف، كما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من هنا كنا أجلكم قدمنا لكم ما أراد الله لنا سبحانه وتعالى، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن نكون قد أرسلنا رسالة حب إلى كل عبد من عباد الله، ونسأله أن يتقبلنا. ولا يسعني إلا أن أشكر صديقي وأخي دكتور سعد، وأسأل الله أن يتقبل منك وأن يجعلها خالصة الوجه الكريم. أحبتي في الله، أترككم في رعاية الله وأمنه. دمتم في طاعة، دمتم في محبة. سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا.
حبيبي